مساء الخير عليكم، معاكم إيناس حسنين. اللي أول مرة يشوفني ينزل بسرعة يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس ويتابع كل الفيديوهات بتاعتي إن شاء الله، لما يجيله الإشعار بتاع الفيديو يتابعه، عشان يشوف الوصفات الجميلة والجديدة والموفرة اللي هننزلها على القناة. واللي بيشوفني على الفيس أو الانستجرام يعمل لايك للفيديو ويعمل متابعة وكومنت جميل يقول لي رأيه. ما تبخلوش علينا بالكومنت بعد تعب الفيديو يا جماعة لو سمحتوا. تعالوا نشوف بقى وصفتنا الجميلة الموفرة. شايفين الكفتة الروعة الروعة الروعة؟ كيلو واحد من اللحمة عملنا بيه حوالي 60 واحدة من الكفتة تقريبا، الجميلة الهشة اللي بالمكون الجميل جدا وتكنيك مميز هنعرفه من الفيديو بمقادير مظبوطة جدا جدا جدا. نفذيها بنفس الطريقة ونفس المقادير ونفس التكنيك بتاعنا، هتطلع معاكي مظبوطة وهشة وجميلة زي ما انتوا شايفينها كده. عايزة تشويها في الفرن مفيش مشكلة، عايزة تعملها الكفر معايا هنا بالبقسماط. كيلو لحمة مفرومة أو نص كيلو زي ما تحبي. لو هتعملي نص كيلو نصصي المقادير. ده كيلو من اللحمة المفرومة. دول 4 بطاطسات متوسطة الحجم اهي. هنا 4 معالق من توابل الكفتة و4 معالق بقسماط. البهارات بتاعتنا دي بهارات لحوم متنوعة: بابريكا معلقة كبيرة، معلقة كبيرة، معلقة صغيرة، كبة صيني، 7 بهارات وقرفة. يبقى دي توابل لحوم: بابريكا، كبة صيني، و7 بهارات وقرفة. ومعايا بصلتين متوسطين مبشورين ومصفية منهم المية بتاعتهم. يعني البصل من غير المية. المية اهي انا هستخدمها في تصبيع الكفتة، مش هحطها على الكفتة. هبشر البطاطس وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. البطاطس بتاعتنا بقى يا اما نستخدمها في الكبة زي ما انتوا شفتوا كده، يا بالمبشرة العادية اللي ما عندوش الكبة المبشرة العادية تغني، يا اما القرص بتاع البشر بتاع الكبة كده زي ما انتوا شايفين بيبشر. اللي متوفر عندك استخدميه. المهم نوصل للنتيجة انها تبقى مبشورة. في حاجة مهمة جدا جدا لنجاح الكفتة دي، وهي تصفية البطاطس تماما تماما من المية. صفيها جامد جدا وعصريها عصرة جامدة قوي قوي قوي، علشان تبقى معاكي ما فيهاش مية خالص عشان الكفتة بتاعتك ما تفكش منك. دي اول ملحوظة لنجاح الكفتة بتاعتنا. البطاطس هتنزل ميه كتير قوي، وعصري فيها طول ما انتي بتعمليها كده، نزلي كمية المية اللي فيها. اهي شوفي، يعني حاولي دايما تشيل المية. هنبتدي بقى نحط في الكبة على قد ما تاخد. انا عملتها على مرتين، مع ان الكبة بتاعتي كبيرة، بس انا ما بحبش ازود عليها. لما بزود ما بتتفرمش الفرمة الحلوة اللي انا عايزاها. فبعملها. على فكرة ده كيلو لحمة، انت ممكن بكل بساطة اعملي نص كيلو على نص كيلو بطاطس، مفيش مشكلة. هما الاربع بطاطسات المتوسطين دول هيجوا حوالي كيلو بطاطس. فانت ممكن كيلو بطاطس على كيلو اللحمة، فانت ممكن تعملي نص كيلو على نص كيلو، مفيش مشكلة لو عددكم قليل. هيعملوا لك حوالي 60 واحدة من الكفتة. طبعا حاجة موفرة جدا جدا جدا. الكفتة الحاجة اللي هتنجحها معاكي تماما تماما المية، قلة المية هي اللي هتخليها ناجحة حلوة قوي قوي معاكي، ما بتفكش منك. انك تعصري البطاطس كويس، وطبعا البصل تكوني مصفية ميته. اهي شوفوا بقت جميلة ازاي زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نحطها. عايزة تسيبيها تهدى شوية على رف التلاجة مفيش مشكلة. مش عايزة اعمليها على طول، انا عملتها على طول. لو انت مش فاضية وهتعمليها حتى تاني يوم هتفضل على رف التلاجة مفيش اي مشكلة خالص، مش هيجرى لها اي حاجة. الكفر بتاعنا بقى بقسماط وفيجيتار ودقيق ابيض. يعني انا حاطه شويه من البقسماط على الفيجيتار، اكياس الفيجيتار على الدقيق الابيض، وحاطه معلقه من البيكنج باودر على الكفر.
هينفش وهيديكي معاكي يعني ملمس جميل قوي قوي للكفتة. وشوية من البيض واللبن، يعني انا استخدمت للكمية دي بيضة ونص ربع، يعني من ربع لنص كوباية لبن محطوطين مع البيضة. وابتديت اصبع، حطيت بس في الدقيق شوية اهي، واحطها في خليط اللبن والبيض، وبعدين الخليط بتاعنا دقيق وبقسماط وفيجيتار، وعليهم نفس التوابل اللي تبلنا بيهم الكفتة. دي ملحوظة مهمة جدا، تبلي الدقيق بتاعك، تبليه بالتوابل اللي انت حطيتيها على الكفتة بالظبط، حطيها على الدقيق. هي فيجيتار وبقسماط، يعني مثلا كوبايتين من البقسماط، كوبايتين من الدقيق، كوباية من الفيجيتار. يبقى انا ظبطت لكم المقادير اهي، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من البقسماط، كوباية من الفيجيتار. شايفين الكمية بتاعت الكيلو بقت قد ايه؟ ما شاء الله اهي. فرزي بقى وعيني تفريزات رمضان الجميله، رمضان داخل علينا، دي جميله جدا في العزومات، وتبقى جاهزه كده. انا بعينها كده زي ما انتم شايفينها بالكفر بتاعها، وبطلعها احمرها وهي مجمده بتستوي، بتبقى جميله جدا سواء في الزيت او في الاير فراير. انا كنت جايبه اير فراير جديد، فابتديت دايما اصور الفيديوهات بتاعتي في الاير فراير، فما كنتش لسه جبته في اثناء ما انا بصور الفيديو ده. فحمرت في الزيت عادي، انت ممكن تحمري في الزيت او في الاير فراير، انا بيديكي نفس النتيجه على فكره، وبتطلع روعه 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 في الاير فراير. هوريكم انواع الكفته التانية كتير في الاير فراير بعد كده في الفيديوهات التانية الجديده اللي هنعملها. شايفين الجمال؟ فرزيها كده زي ما هي بالكفر بتاعها، وطلعي حمري على طول. جالك ضيف بسرعة، هتلاقي عندك حاجة حلوة قوي قوي موجودة وطعمة وريحتها روعة، وحاجة مميزة. محدش يعرف هي ايه على فكرة، ومحدش يعرف ان جواها بطاطس، هيفتكروها كفتة لحمة صافي. طبعا مفيش كيلو لحمة هيعملك 60 كفتاية ابدا، لكن البطاطس بتخليها تنفش وتكتر، وخصوصا البطاطس اللي مش مهروسة. البطاطس المبشورة بتاعتي دي حاجة تانية خالص خالص. يعني شايفين الجمال؟ بألف هنا عليكم، جربوها بنفس الطريقة يا جماعة، ونفس المقادير، ونفس الخلطة، ونفس خلطة التوابل ديت. هتلاقوا نتيجة جميلة جدا وجامدة معاكم. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، أرجوكم ما تبخلوش عليا بالكومنتات واللايك والشير. بتعب جدا في تصوير الفيديو، فياريت يبقى بس في كومنت ولايك. كنت مبسوطة جدا وانا معاكم. استنوني في فيديوهات تانية كتير كتير كتير، وفي وصفات كتير موفرة، ووصفات كتير لرمضان والغير رمضان. كانت معاكم ايناس حسنين، اتبسطت قوي 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 وانا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.